قصة سندريلا. طبعًا كلنا متخيلين إن القصة انتهت على سندريلا اتجوزت الأمير، فبقت الأميرة، فعاشت حياة في تبات ونبات، بس مش ده اللي حصل، الستارة هنا اتقفلت. خلّونا نرجع تاني نبُص في حياة سندريلا. هل سندريلا دلوقتي عايشة مبسوطة؟ أكيد سندريلا بتواجه مشاكلها أو الحياة الطبيعية اللي كل واحدة فينا بتمُر بيها. الكلمة اللي الساحرة قالتها لها: "زمن المعجزات انتهى يا سندريلا." خلّونا نشوف ليه زمن المعجزات انتهى، وليه الساحرة الطيبة مش هتقدر تساعد سندريلا طول ما سندريلا مش قادرة إن هي تساعد نفسها. دي قناة ميكس جوانا، وأنا آية هويدي، بنتكلم فيها عن مواضيع كتير مختلفة من حياتنا. لو أنتم جداد في القناة ما تنسوش إن أنتم تشتركوا وتتابعوا كل جديد بينزل، ويلا بينا نشوف حلقة النهارده بتقول لنا إيه، ويلا بينا نضيف لمسة نور جديدة في حياتنا. كالعادة قصة سندريلا ما انتهتش زي ما إحنا كنا متخيلين في تبات ونبات. سندريلا رجعت تاني تدوّر على العرّافة الطيبة، اللي خلّتها في البداية إن هي تتجوّز الأمير وتلبس الفستان الجميل وتحضر الحفلة. دلوقتي سندريلا رجعت لها تاني وهي بتقول لها: "أنا مش مبسوطة في حياتي، أنا نِفْسي كل الناس الشريرة تموت، أنا عايزة أخلّف عيال هاديين من غير ما يحتاجوا منّي وقت ولا مجهود في التربية، متربيين كده لوحدهم، خلّيني أبقى مبسوطة، اعملي لي سحر أكون مبسوطة." طبعًا العرّافة الطيبة بقى اسمها أشجان حاليًا، بس لمّا نيجي نتكلّم عليها فهي من شخصيات الكتاب. العرافة قررت إن هي تدرس أنماط البشر وتقدر تحاول تخلي الناس سعيدة من جواها، مش مجرد سعيدة سعادة لحظية. مش هتقدر تعمل لهم سحر كده يخليهم في لحظة مبسوطين بس يرجعوا تاني لطبيعتهم، ترجع تاني سندريلا من غير الفستان ومن غير أي حاجة. الفكرة إن هي بدأت تخلّي كل واحد فينا، أو تبدأ تساعدنا إن إحنا نخلّي كل واحد فينا يفكّر من جوّاه إزاي يكون مبسوط، وإزاي يعرف نَفْسه علشان يقدر يكمّل رحلة الحياة الخاصة بيه هو. إزاي كل واحد فينا يقدر يحُط البصمة بتاعته في حياته، ويقدر يlead هو الحياة بتاعته، يقود هو حياته، يفهم أصلًا مراد ربنا منّه، يفهم قيمته في الحياة ويعرفها، وبالتالي يقدر إن هو يستخدمها، وبالتالي هيعيش حياة أو عيشة فُل. إيه عيشة فُل دي؟ ده سؤال اتسأل من الكاتبة في محاضرة كانت ليها في كندا. قالت: "مين الناس اللي عايشة عيشة فُل؟" كل واحد فينا هيقول بمنظور مختلف العيشة الفُل عاملة إزاي. لو حد قال إن العيشة الفُل دي إنه يعيش في بلد معيّنة باستقلال مادي معيّن وبيت وشكل وعربية وlife style مختلف، ففي ناس كتير أوي مش هيبقى متوفّر معاها الحياة دي، وبالتالي برضه مش هيبقوا عايشين عيشة فُل. في ناس هتقول إن هي تبقى مؤمنة بربنا وتأدّي صلواتها وعلاقتها بربنا تبقى كويسة ويبقى عندها رضا، بس في نُص الناس برضه ما عندهاش الموضوع ده، وبرضه مش هيكونوا عايشين عيشة فُل. وبالتالي عيشة فُل دي حاجة ما ينفعش أطبّقها على شكل أو ظروف أو حياة معيّنة أو ماديات معيّنة. وأكبر دليل إن سندريلا رغم إن هي كانت بقت خلاص مرات الأمير واتحقق لها كل حاجة هي كانت بتتمناها، إلا إن هي still مش عايشة عيشة فُل. وراحت اشتكت لأشجان وقالت لها إن هي لسه مش عايشة حياة مضبّطة ومحتاجة إن هي تضبّط معاها حاجات أكتر في حياتها. وكمان قالت لها: "عاوزة أحس إن ليّا قيمة، وإن أنا لمّا أموت الناس تفتكرني، مش عايزة أعيش كده وأموت وخلاص." وأكيد ربنا ما خلقناش عشان نفضل عايشين كده وخلاص، ناكل، نشرب، نلبس. لدرجة إن سندريلا فكّرت تعمل أكتر من حاجة علشان تحس بنفسها أو بقيمة نفسها أو تخرج من جو الملل، الحياة اللي ما فيش فيها أي معنى ولا ليها أي طعم. قالت لها: "سفر وسافرت، خروج وخرجت." تقول لها: "لدرجة إن أنا اشتغلت." تخيّلوا! أشتغل وأنا مرات الأمير! فهي جرّبت كل حاجة، زي ما إحنا بنعمل، معظمنا بيجرّب كل حاجة، بيفكّر إنه لو راح الرحلة الفلانية هيرجع من بعدها مبسوط، أو لو راح الفرح الفلاني ولبس وعمل واتشيّك هيرجع برضه من بعدها مبسوط، أو لو عمل حاجة معيّنة أو سافر أو اشترى موبايل معيّن، اشترى جهاز معيّن، عمل أي حاجة، بنعمل الحاجات دي وبنرجع بعدها تاني للحياة بتاعتنا العادية الطبيعية اللي ممكن يكون فيها جزء من الملل، وممكن يكون فيها جزء من أنا مش مبسوط، أنا لسه حاسس إن في حاجة مختلفة، لسه حاسس إن في حاجة ناقصة في حياتي. عندنا أكتر من قصة برضه اتعرضوا في الكتاب، والقصص دي كلّها معظمنا بيمُر بيها. في قصة واحدة قالت إن هي حبِّت حد واتعلقت بيه جدًا، وحطّت كل حياتها أو محورت كل حياتها عليه، لدرجة إن هو بدأ يبعدها عن صحابها، فبدأت تبعد عنهم عشانه، بدأت يعني تغيّر في style حياتها وتغيّر في بعض الحاجات علشان خاطر الشخص ده، والشخص ده في الآخر خذلها وما عادش موجود في حياتها. حياتها طبعًا اتدمّرت، خسرت كل حاجة، خسرت صحابها، خسرت حياتها، والأهم إن هي خسرت نفسها. وبالتالي وصلت لمرحلة إن هي مش قادرة حتى تحس إن هي مبسوطة بأي حاجة، ولا قادرة إن هي تستمتع بأي حاجة هي بتعملها في حياتها. واحدة تانية رغم إن هي حياتها كويسة، زوجها كويس، ولادها كويسين، عايشة عيشة كويسة وبيتها كويس، بس هي still حاسة إن هي مش لاقية معنى في حياتها،
وإن حياتها فاضية، مش قادرة تلاقي معنى لحياتها، وكل لمّا تيجي تكلّم حد في الموضوع ده أو إن هي حاسة بفراغ أو إن هي حاسة إن هي الحياة مُمِلّة بالنسبة لها أو ما فيش فيها معنى فعلًا، الناس بتقول لها احمدي ربنا أنتِ معاكِ حاجة كويسة أو تبدأ تدّيها كلام أو تنصحها، وهي لسه still برضه الناس مش فاهمة إن هي مش قادرة تحس بالحياة أو بمعنى تاني مختلف للحياة. في ناس تانية كانوا حاطين أمل إن هم يوصلوا كُلّية معيّنة، وعلّقوا برضه كل السعادة بتاعتهم إن هم لمّا يوصلوا للكُلّية دي أنا هاكون مبسوط، ولمّا ما وصلش والظروف حصلت، الشخص ده اتدمّر تمامًا، حياته كلّها اتدمّرت، ولمّا حياته كمان اتدمّرت وأثّرت عليه بشكل سلبي جدًا، مش هو لوحده اللي اتدمّر، هو وأهله وأسرته، وبالتالي لمّا بنعلّق السعادة بتاعتنا على حاجة خارجية، إحنا مش بنكون مبسوطين، حرفيًا كأن أنت روحك في إيد شخص، طب لو الشخص ده ما كانش أمين أو الحاجة دي ما كانتش أمينة إن هي توصل لك وما جاتش، القدر وتدابير ربنا والظروف وكل حاجة ما وصّلتش الحاجة دي ليك، فبالتالي وقتها أنت هتنهار وتتدمر، فالموضوع ده بجد مؤذي وصعب جدًا بالنسبة لنا. الشكاوي دي طبعًا كتير مختلفة ومتكررة في حياتنا، ومتكررة حتى معانا نفسنا، ليه بعد ما بنكون نجحنا أو حققنا شيء معين في حياتنا بمفهوم المجتمع أو بمفهومنا إحنا، يعني مثلًا زي إن أنا هاتخرج من الكلية فأنا كده خلاص حققت نجاح معين، أو إن أنا اشتغلت في وظيفة معينة، أو إن أنا حصلت على حاجة معينة، بعد ما بنحقق الحاجة دي للأسف بنكتشف إن إحنا مش مبسوطين، كمان وإحنا صغيرين ما حدش قال لنا نسأل نفسنا أو نعرف إحنا ليه عايشين. وإيه الحاجة اللي إحنا نقدر نقدّمها، وإيه الالتزامات اللي علينا، وإيه الحاجة اللي إحنا البصمة اللي نقدر نسيبها في الناس وفي المجتمع اللي حوالينا. كنا عايشين ناكل ونشرب ونسمع الكلام ونعمل الواجب ونبقى مؤدّبين، عشان لمّا نكبر نعرف نتجوّز، وبرضه نخلّف عيال مؤدّبين ياكلوا ويشربوا ويسمعوا الكلام. هو ده اللي ما حدش فعلًا قال لنا عليه، بس الفكرة إن كان في ناس كتير بتعمل ده وهي مش لاقية لحياتها معنى، ومش ده المعنى من الحياة، إن أنا أفضل باكرر نفس الروتين كل يوم من غير ما أضيف حاجة. حتى في الدين بتاعنا بيخلّينا نتعرّف على ناس حوالينا ونبدأ نسيب فيهم بصمة ونبدأ نأثّر فيهم ونبدأ ندعيهم حتى للدين ونسعى في إن إحنا نساعدهم في الهداية وإن هم يقرّبوا من طريق ربنا. فده حتى مش رتم الحياة اللي هو الثابت بالنسبة لنا أو الروتين الثابت اللي إحنا بنعمله، ده برضه مش أقوى حاجة إحنا نقدر نقدّمها ومش ده اللي ربنا طالبه مننا. طيب نرجع تاني لموضوع العيشة الفُل. رغم إن ما فيش حاجة اسمها عيشة فُل، إلا إن في ناس برغم كل الظروف والمشاكل والحاجات اللي بتواجههم في حياتهم والضغوطات، إلا إنهم عايشين عيشة فُل، بمعنى إنهم بيستمتعوا بكل حاجة بيمرّوا بيها في حياتهم، حتى لو دخلوا في مشكلات بيعرفوا إن هم يعدّوا منها ويعرفوا ينجحوا تاني ويتطوّروا ويكمّلوا في طريقهم وفي مشوارهم. الفرق بين الناس دي وبين الناس اللي معلّقة حياتها على حاجات تانية، إن الناس دي عارفة القيمة من حياتها إيه، عارفة أنا ربنا خلقني ليه في الحياة، أنا دوري إيه، أنا بصمتي إيه، عايزة أسيب إيه للناس، أنا باحب أعمل إيه وشاطرة في إن أنا أعمل إيه وعايزة أقدّم ده. في ناس لسه لحد الآن وأنا كنت من الناس دي أصلًا من فترة كبيرة، مش عارفين هم أصلًا عايزين إيه، مش عارفين مهاراتهم، مش عارفين نقط القوة اللي عندهم ولا نقط الضعف اللي عندهم، سواء إن هم يشتغلوا على نقط القوة دي وتوصّلهم بجد لمستوى تاني ويوصلوا لنجاح ويحققوا فعلًا حاجات في حياتهم ويعرفوا المعنى والقيمة من حياتهم، وبالتالي يقدروا يواجهوا أي مشكلة هُم بيمرّوا بيها وأي عقبة هيمرّوا بيها وهُم واثقين من نفسهم وعارفين إمكانياتهم كويس، وفي ناس تانية برضه هتمُر بنفس المشاكل بس مع أول مشكلة هيتدمّروا وهيحبطوا. كل واحد فينا لازم يعرف البصمة بتاعته وهو مخلوق ليه، دوره إيه هو كشخص. إيه الحاجة اللي هو يقدر يقدّمها عشان يعرف الغاية من حياته اللي ربنا خلقه عشانها؟ كل واحد فينا لازم يبقى عنده إيمان قوي من جوّاه إن هو مختلف، وإن هو في حاجة في شخصيته بتميّزه عن أي شخص تاني، حتى لو كان هو هيعمل نفس الحاجة اللي غيره بيعملها، أو هو مثلًا حابب يتفوّق في مجال وفي غيره كتير بيعمله، فيقول خلاص أنا مثلًا مش أنا الوحيد لو حد نِفْسه يفتح مطعم، ففي ملايين من الناس فاتحين مطاعم فلأ خلاص مش هافتح، لإن في غيري فاتح. طب ما ممكن يكون أنت ليك بصمة خاصة بيك أنت تقدّمها وتبقى فعلًا مختلف عن كل الناس، وهكذا لو كل واحد فينا أو أي واحد فينا حابب إن هو يعمل أي حاجة في حياته. لازم نبقى مؤمنين بالاختلاف ده، يعني حتى التوأم ليهم بصمة صباع مختلفة، ليهم style حياة كل واحد فيهم مختلف، شخصية كل واحد فيهم مختلف. الناس اللي عايشة فُل دي فاهمة كويس دورها في الحياة إيه، عارفة إيه اللي هتقدر تقدّمه، إيه المميزات اللي عندها لو استخدمتها هتبقى أحسن، وإيه الحاجات
اللي هي محتاجة تشتغل عليها في نفسها، فاهمة التحديات بتاعة حياتها كويس جدًا، وعارفة إزاي إن هي تستخدمها وتستغلها. كل واحد فينا بالظروف اللي ربنا خلقه بيها، الظروف اللي في الحياة والعيلة والجو والمناخ حتى، ده بيخلق في شخصيتنا وبيشكل الشخصية بتاعتنا إن هي تكون الحاجة اللي إحنا عايزينها، وبالتالي لازم تبقى عندك اليقين إن أنت مختلف، أو إن أنت عندك حاجة تقدمها للناس مختلفة، وإن كل واحد فينا هو بطل القصة بتاعته، كلنا أبطال في الحياة، ما حدش فينا عايش كومبارس أو عايش كده مجرد إن هو موجود علشان يسقّف لناس تانية أبطال أو يحيّي ناس تانية ويشجّعهم، كل واحد فينا بطل القصة بتاعته، لازم تعرف إيه الحاجات القوية اللي عندك عشان تقدر تشتغل عليها، وده اللي بفضل الله وبإذن الله، بإذن الله الكتاب ده هيساعدنا إن إحنا نوصل له. الكتاب بجد قوي جدًا، جدًا، يعني الكتاب أنا يمكن ما قرأتش كُتب كتير في حياتي، بس من الكُتب اللي حرفيًا غيّرت مجرى حياتي تمامًا، خلّتني أفكّر بشكل تاني مختلف، خلّتني فعلًا أسأل نَفْسي إيه الحاجة اللي أنا أقدر أضيفها، إيه الحاجة اللي أنا أقدر أكون فعلًا مميّزة فيها أو أقدر أشتغل عليها في نَفْسي وأطوّرها، بعيد إن أنا اشتغلت أو بدأت متأخّر جدًا، بس still كنت عايشة طول الوقت الكلام ده حاضر في ذهني وبيأنِّب ضميري وبيخلّيني أرجع تاني أحاول أعمل search جوّه نَفْسي على إيه أنا أو أنا مين، إيه الحاجات اللي أنا باحبها، إيه الحاجات اللي أنا شاطرة فيها، إيه الحاجات اللي أنا باعرف أعملها، إيه الحاجة اللي فعلًا بتميزني أو تكون مميزة بالنسبة لي. خلّونا فاهمين إن كل واحد فينا بيمُر بظروف وحياة مختلفة، وطبيعي إنها تكون مهاراته مختلفة. المواقف بتاعة الإنسان بتتغيّر كل يوم، كل يوم يعني ممكن يحصل موقف واحد يشكِّل في حياتنا ويغيّر في حياتنا حاجات كتير جدًا من المواقف والحاجات اللي بنتعرّض لها، فما ينفعش يكون المرجع بتاعي الناس عايزة منّي إيه، الناس عايزاني أعمل كذا، ولو أنا عملت كذا الناس هتقول كذا، لأ، الناس ممكن تقرر أنت تكون ناجح إزاي أو شكل النجاح عامل إزاي لمّا أكون مهندسة مثلًا والّا دكتورة والّا شيخة والّا لبسي يكون بالشكل الفلاني والّا لا، 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 الناس عمرها ما هتقدر تقول لك أنت تبقى عامل إزاي أو أنت تبقى مين، لبسك يبقى عامل إزاي، ما تخلّيش الناس هي اللي تقرر حياتك، ما تخلّيش لو أنت أو أنتِ أو أي حد فينا حابب يعمل حاجة مختلفة، يبُص الأول الناس هتقول إيه، طالما أنت مرجعك ربنا، الحاجة دي مش بتغضب ربنا ومش بتضر حد، خلاص، إيه المانع إن أنا أعملها؟ إيه المانع إن أنا أصل فلانة هتقول عليكِ، أصل فلان هيقول مش عارف إيه، ما يقولوا اللي هُم عايزينه، المرجع بتاعي لازم يكون ربنا، ربنا هو اللي ادّى لي الظروف والشخصية دي علشان أكون أنا، وعلشان عشان أنا أعرف ربنا عاوز منّي إيه، عاوزني أعمل إيه بالحياة وبالإمكانيات وبالظروف وبالنِّعَم اللي هو رزقني بيها. ما فيش كائن في الحياة وفي العالم هيقدر يجاوبنا على السؤال ده، بس اللي هيقدر يساعدنا ممكن يساعدنا أو يوجّهنا، بس السؤال ده خاص بكل واحد فينا، بتجربة كل واحد فينا، بحياته، بظروفه، هو اللي لازم يبحث عنها ويدخل جوّه نَفْسه ويدوّر علشان يوصل لها، يفهم إيه اللي بيحرّكه، إيه اللي هو بيحبه، إيه اللي بيسبب له ضيق، بيبهدل حياته أو بيضايقه في حياته. إزاي ينظّم وقته وينظّم أفكاره، إيه الحاجات اللي هتأثّر عليه أصلًا وهتأثّر على حياته وفعلًا هتغيّر معاه حياته. خلّونا نتخيّل إن حياتنا دي عبارة عن رحلة إحنا طالعينها، الرحلة دي طويلة جدًا وشاقة جدًا، لو ما أخدناش من خبرات الناس السابقة في الموضوع ده، هنتسوّح، هنبقى مش عارفين نعمل إيه، وطبيعي أي حد حتى لو بيسافر أي بلد لأول مرّة، بيحاول يسأل الناس اللي سافرت قبل كده، طَب عملت إيه، طَب أروح فين، طَب ورقي هاجهّزه إزاي، فخبرات الناس اللي قبل كده هتساعدنا كتير جدًا إن إحنا نمشي الطريق ويبقى باختصار علينا، أو يوفّروا علينا وقت ومجهود وتعب وفلوس وتضييع حاجات كتير، تضييع وقت وصحة وعُمر وكل حاجة. دلوقتي السوشيال ميديا فاتحة لنا مجال كتير وفُرَص كبيرة جدًا إن إحنا نسأل ونعرف خبرات الناس اللي قبلنا، ونعرف الناس اللي مشيت في الطريق ونعرف ونتعلّم. بلاش نخلّي النظرة بتاعتنا محدودة، كمان ده لا ينافي أبدًا لمّا إحنا ناخد من خبرات الناس، إن الطريق بتاعنا برضه هيكون مختلف، برضه هيكون خاص بظروفنا إحنا، مثلًا حد راح العربية ما عطلتش، حد تاني راح العربية عطلت، وبالتالي اضطر إن هو يدخل مثلًا داخل المدينة يصلّحها، يتعرّف على ناس، ممكن يبات اليوم ده يقرر إن هو يريّح فيه مثلًا بعد كده عشان يعرف يرجع تاني يكمّل الطريق بتاعه لو فيها أي تصليحات. وبالتالي في عقبات ممكن تخلّينا نحيد شوية عن الطريق الرئيسي بتاع الرحلة بتاعتنا، بس still العقبات دي هنخلّصها وهنصلّحها، هنتعامل معاها وهنرجع تاني للطريق بتاعنا الرئيسي.
الطريق اللي أنا عارفة الوجهة بتاعته فين، عارفة أنا عايزة أو أنا رايحة له ليه أصلًا، عارفة المعنى منّه والهدف منّه إيه. برضه هنبدأ ناخد snacks وحاجات معانا تسلّينا خلال الطريق، لإن الطريق طويل، وهو كده طريق أنا لازم هاقطعه ولازم هاخلّصه. لو ما أخدتش معايا حاجات تسلّيني الطريق هيكون مُمِل جدًا بالنسبة لي، هيخلّيني أنام، ممكن أدخل في حوادث لا قدّر الله، هيبقى فعلًا محتاج ترتيبات، محتاج ترتيبات منّي، أحضّر أجيب مَيّة، أكل، snacks، ممكن أحضّر كمان playlist هاسمعها خلال الطريق أيًا كان نوعها، أغاني أو غيره، محتاجة إن أنا أفصل، هاحتاج إن أنا أفوّل بنزين في النُص لإن خلاص طاقتي هتكون خلصت، طاقة العربية اللي معايا دي هتكون خلاص خلصت، الموارد اللي معايا دي خلصت، هاحتاج إن أنا أشحنها من أول وجديد، هاحتاج أرتاح في يوم إن أنا سواء هاركن على الطريق شوية وهانام أو إن أنا هاشوف rest house هاركن فيه، بس مش منطقي أبدًا إن أنا طول الرحلة قاعدة في rest house. ده أصلًا بيكلّفني من وقتي، وبيكلّفني من فلوسي، وبالتالي برضه لازم هارجع للطريق الرئيسي بتاعي تاني عشان أكمّله، لإن هي دي رحلتي أنا، اللي لازم أوصل فيها لمكان مُرضي بالنسبة لي، يحقق لي فيه هدفي، ويحقق غايتي ومراد ربنا منّي في الحياة، وبالتالي أنا هاعيش عيشة فُل زي ما بنوصفها يعني، أو زي ما الناس فعلًا بعض الناس عايشاها، هي رحلة طويلة بس ممتعة. الطريق والرحلة والحاجات والنجاحات اللي إحنا هنحققها خلال الطريق ده، واللي إحنا هنوصل له، ده اللي هيهوّن علينا الطريق. فكرة برضه أمّا يكون الإنسان مصاحب نَفْسه جزء كبير بيهوّن عليه حاجات كتير جدًا من اللي هو بيمُر بيها، وده برضه اللي الكتاب هيساعدنا إن إحنا نقدر نوصل له، ونقدر نقوّي علاقتنا بنَفْسنا أهم حاجة، ونقوّي علاقتنا بربنا، ونبدأ نشوف باقي الجوانب اللي موجودة في حياتنا ونصُب فيها ونملى الجوانب الفاضية، الجوانب اللي إحنا مقصّرين فيها، الجوانب اللي إحنا فعلًا مش ماليينها في حياتنا. خلال الرحلة دي هنكتشف إن إحنا مش محتاجين حد يصلّحنا، عشان إحنا ببساطة مش مكسورين. هي رحلة لاكتشاف نَفْسنا بيتطبّق عليها نَفْس الخطوات بالضبط اللي بنطبّقها على أي رحلة تانية إحنا عايزين نطلعها أو ناخُد خطوة فيها في حياتنا. وصدّقوني لو إحنا مش مؤمنين بنَفْسنا ومش عارفين أصلًا الوجهة بتاعتنا ولا عارفين إحنا عايزين نروح فين ولا عارفين طريقنا، مع أول مشكلة وأول فشل وأول مطب هنرجع تاني وهنقعد على جنب، مش هنكمّل، مش هيكون عندنا الدوافع الكاملة اللي هتساعدنا إن إحنا نكمّل، واللي هي كمان لازم نجددها كل يوم. في مقولة بتقول إن الدوافع شيء يجب أن يتجدد يوميًا، زي ما تكون كده بنعمل منبه كده اللي هو بنفكّر نفسنا كل يوم أو كل فترة بالحاجة اللي إحنا عايزين نعملها أو نجددها أو إحنا أصلًا عايشينها ليه. طيب خلّينا نرجع تاني للقطة سندريلا لمّا راحت لأشجان اللي هي العرافة الطيبة. هي كتبت لها 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول اللي إحنا محتاجين نجاوب عليهم عشان نبدأ نفهم فعلًا نفسنا، ومن أكتر الأسئلة والله العظيم بدون مبالغة لو كل واحد فينا ادّى لنفسه نُص ساعة بس، عارفين يعني إيه تدّي لنفسك اللي هي رقم 1 في حياتك اللي أنت عايش معاها 24 ساعة، ندّي لنفسنا بس فرصة إن إحنا نقعد معاها نُص ساعة بس، نقعد نسألها أنتِ بتحبي إيه، إيه اللي بيفرّحِك، إيه اللي بيضايقِك، أنتِ قوية في إيه، أنتِ ضعيفة في إيه، بس أبسط حق من الحقوق إن إحنا ندّيها بس نُص ساعة تركيز، هدوء، من غير أي مشتتات حوالينا، نسأل نفسنا وندخل جوّه نفسنا بجد ونحاول نجاوب على الأسئلة دي. أول سؤال، إيه الحاجة اللي بنبقى مبسوطين وإحنا بنعملها لدرجة إن الوقت ممكن يعدّي من غير ما نحس؟ حاجة إحنا بنستمتع وإحنا بنعملها حتى لو مش هناخد عليها فلوس، حرفيًا ممكن نفتكر وإحنا صغيرين إيه الحاجة اللي كنا بنعملها وكنا بنستمتع بيها وإحنا بنعملها. السؤال التاني، إيه الهدف من حياتنا؟ كل واحد فينا يسأل إيه الهدف من حياته، عايش عشان إيه؟ إيه الحاجة اللي فعلًا عايز يعملها في حياته وليه؟ تالت سؤال ومن أقوى الأسئلة، إيه الحاجة اللي إحنا بنحلم إن إحنا نعملها في يوم من الأيام؟ والسؤال الرابع، إيه الحاجة اللي لو ضامنين 100% إن إحنا هننجح فيها هنعملها، لو شِلنا الظروف مثلًا زي عوائق الفلوس أو الوقت، لو شِلنا الظروف دي، إيه الحاجة اللي إحنا لو عملناها 100% هننجح فيها؟ طيب السؤال الخامس، لو حد نعرفه ونسمع عنه بيعمل نفس الحاجة اللي إحنا بنحب نعملها أو حابين إن إحنا نعملها ويكون ناجح فيها، هل في حد في حياتنا نعرفه بيعمل الحاجة دي؟ السؤال السادس، هل البيئة اللي حوالينا بتساعدنا إن إحنا نبقى أحسن حد، أحسن نسخة من نفسنا، والّا بتخرّج فينا أسوأ ما فينا مثلًا؟ ولو لأ، لو ما فيش حد أو البيئة اللي حوالينا مش بتساعدنا، هل عملنا أي حاجة قبل كده عشان تحسّن الوضع اللي إحنا فيه؟ السؤال ده مهم. السؤال السابع، كل واحد يسأل نفسه، هل هو يستحق إن هو يعيش سعيد؟
هل أنت أو أنتِ شايفين نفسنا إن إحنا نستاهل السعادة؟ السؤال التامن، لو سألنا نفسنا إيه أكتر مشكلة بتواجه العالم كله دلوقتي من وجهة نظر كل واحد فينا، طبعًا في مصايب، ربنا يا رب يحفظ أهلنا في فلسطين وفي السودان ويحفظنا جميعًا، إيه المشكلة اللي بتواجه العالم كله واللي لو اتحلت حياة الناس هتبقى أحسن؟ إيه هي المشكلة دي من وجهة نظر كل واحد فينا؟ السؤال التاسع وده مهم جدًا، جدًا، بجد كل الأسئلة مهمة. لو عرفنا إن حياتنا هتنتهي قريب، إيه الحاجة اللي هنعملها؟ وإيه الحاجة اللي هنندم لو ما عملناهاش؟ بجد لو كل واحد فينا حس إنه هيموت خلاص بكرة أو بعد شهر، إيه الحاجات اللي هو يجري يعملها ويصلحها في حياته؟ وإيه الحاجات اللي هيندم إن هو ما عملهاش؟ آخر سؤال، لو بنفكر في المستقبل، هل عندنا استعداد نطلّع أحسن حاجة فينا، أحسن نسخة من نفسنا، نخرّج أحسن إنسان جوانا؟ طيب شروط الأسئلة دي إن إحنا نجاوب عليها بمنتهى الصدق، طبعًا ما حدش هيشوف الأسئلة دي غيرنا، وطبعًا لازم نجاوب بيها من كل نقطة من جوانا، ندّي لنفسنا وقت زي ما قُلنا، مش لازم أكون باكتبها بتنظيم، هنكتب أي حاجة تيجي على بالنا، هنشخبط، المهم إن أنتم أبسط حق تقدموه لنفسكم إن أنتم تدّوها وقت تفهموا فعلًا هي بتحب إيه، نِفْسها في إيه، نِفْسها توصل لإيه. صدقوني دي أسئلة والله لمجرد إن أنتم تجاوبوا عليها، يعني ده 50% تقريبًا من المشوار. هتفضلوا دايمًا تأنِّبوا ضميركم أو دايمًا هتفضل الأسئلة شاغلة بالكم، حتى لو القعدة دي ما قدرتوش إن أنتم تطلّعوا فيها الإجابات 100%، بس خلّوا الأسئلة دي شاغلة بالكم وتفكيركم، هتخلّيكم في أي موقف أنتم مرّيتوا بيه بتردّوا على السؤال ده. أنا فضلت فترة مش حاسة إن أنا عارفة أو أكتشف الحاجة اللي أنا حابة إن أنا أعملها. مرّة كنت بانظّم event من فترة المكان ده أنا ما كنتش اتفقت معاه خالص على فلوس ولا أي حاجة، لقيتني باعمل search وباتعلّم وبادوّر وبافتكر حاجات كنت باعملها من أيام الجامعة، وحرفيًا بدأت يمكن أحُط من جيبي في الevent ده أو في اليوم ده، بدأت أنظّم حاجات كتير أوي، بدأت أعمل مجهود فعلًا، فعلًا يعني. في اليوم ده لقيتني خلّصت على الساعة 23:00 و00:00 كمان وأنا راجعة بعد مجهود وتعب وبعد يوم كمان شغلي الأساسي رُحت المكان ده وبدأت أنظّم فيه، سألت نفسي وقتها وقفت حرفيًا في نُص الطريق وأنا ماشية، قُلت إيه ده! هي دي الحاجة اللي أنا باحب أعملها؟ هي دي الحاجة اللي أنا لو ضيّعت فعلًا فيها وقت كبير وبدون مقابل مادي، فجأة كده لقيت الدنيا نوّرت كده على الحاجة فعلًا اللي أنا لسه مخلّصاها دلوقتي حالًا وبينطبق عليها الشروط بتاعة السؤال ده كلّها، ودي كانت من الأيام اللي نوّرت معايا. فمش ضروري أبدًا إن إحنا في جلسة واحدة نقدر نحدد فيها كل الكلام ده، قد إن بس مجرد إن إحنا نحط الموضوع في دماغنا والسؤال ده في بالنا، كل موقف هنمُر بيه نحاول نبدأ نطبّق عليه السؤال ده، أي حاجة بنحس إن إحنا بنضيّع فيها وقت كبير نحاول نحط السؤال ده في بالنا، بنوتة بتحب الmakeup جدًا ممكن تقدر تستخدم الموضوع ده في إيه، بتحب اللبس جدًا ممكن تقدر تطوّر من ده في إيه، ولد بيحب العربيات، بيحب اللبس، بيحب حاجة يكون ليها في الأول وفي الآخر معنى وهدف وحاجة بتفيد اللي حواليه، وأهم حاجة إن هي مش بتغضب ربنا وفي نفس الوقت مش بتضر أي حد من الناس. ممكن يبقى على فكرة عندنا أكتر من حاجة، عاوزة أقول لكم بأمانة إن أنتم هتكتشفوا حاجات كتير جدًا في نفسكم، فبلاش تبخلوا على نفسكم وتظلموها بإن أنتم تضيّعوا ده عليها، وبالتالي هتضيّعوا باقي أيام كتير من حياتكم، عمركم يستاهل، حياتكم تستاهل إن أنتم تبقوا أحسن وتدوّروا وتوصلوا، فربنا يبارك فيكم وفي وقتنا جميعًا وفي أعمارنا جميعًا، ونقدر نكتشف نفسنا ونقدر نعيش عيشة فُل بالمعنى اللي نكون قادرين فعلًا نحدد حياتنا ووجهتنا ونفسنا ومراد ربنا مننا، وأشوفكم تاني في جزء تاني من الكتاب قريب بإذن الله، السلام عليكم، باعتذر عن التأخير في الأيام اللي فاتت، وأتمنى إن أنتم تشاركوني الإجابات بتاعتكم وتشاركوني حتى نتيجة الأسئلة دي كانت عاملة إزاي معاكم، هاستنى تعليقاتكم وهاستنى ردودكم على الأسئلة، السلام عليكم.